السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، ما هي عقوبات نادي الزمالك من رابطة الأندية وتفاصيل خناقة إمام عاشور في إحدى المولات وقائمة النادي الأهلي لمباراة الداخلية غدا ومفاجآت في الغيابات؟ دول 3 نقاط يا عزيزي هنتكلم فيهم سريعا، بس في البداية ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. لو مش متابعنا ريت تابعنا، لو بتشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في التفاصيل المهمة. خلينا في البداية يا صديقي ناخد تفاصيل قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا الداخلية إن شاء الله، وما هي الغيابات وأسباب الغيابات إيه عن القائمة هي: في حراسة المرمى شوبير والزنفولي، وفي خط الدفاع كريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، محمود متولي ومحمد هاني. أما بقى في خط الوسط طاهر والشحات وديانج، إمام عاشور وقفشة ورضا سليم وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكوكا. أما بقى في خط الهجوم فمودست وكهربا. طبيعي كده أول ما قلت لك الأسماء وأول ما قلت لك قايمة أنت بنفسك عرفت مين الغيابات، والغيابات كالتالي: محمد الشناوي للراحة، وأيضا محمد عبد المنعم للراحة، ومروان عطية برضه للراحة، وأسامة أبو علي لعدم الجاهزية، وعلي معلول وبيرسي تاو للإصابة، وعمر كمال عبد الواحد أيضا للإصابة. ولكن إصابة عمر كمال عبد الواحد الناس اللي ما تعرفش، فالدكتور مصرح وقايل إن الإصابة شد في العضلة الأمامية، وفي الوقت الحالي عمر كمال عبد الواحد بيتمم أو بيعمل عمليات الاستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق، وان شاء الله يعود في اقرب وقت. طيب ممكن اللي يحصل لغط في حته الغيابات دي او بعض القلق والتساؤلات عند الجمهور، الا وهو محمد الشناوي اللي طلع واللي صرح بيه مارسيل كولر واللي الجهاز الفني للنادي الاهلي ان الغياب للراحه فقط. وهنا بصراحه انا شايف ان مارسيل كولر عنده حق في حته انه يريح الشناوي شويه ويخرجه حتى بره القايمه. ليه؟ لان انت عندك الشناوي المستوى بتاعه في الماتشين اللي لعبهم بعد التوقف الدولي ما هماش افضل حاجه، وشوبير عشان ما يصديش معاك اليمه التانيه لازم برضه من وقت للتاني تديله مطوشه عشان خاطر يفضل محافظ على مستواه ويفضل يديك نفس الاداء ونفس الفورمه علشان لما تيجي تحتاجه تلاقيه. فباختصار يا صديقي فاختيارات موفقه، وان شاء الله نشوف تشكيل كويس للنادي الاهلي، وان شاء الله نشوف مباراه يتفوق فيها النادي الاهلي ويحافظ على مكسبه وجمع النقاط عشان يحصل بيراميدز اللي متربع على عرش قمة الدوري. نيجي بقى للعقوبات اللي طلعتها رابطة الأندية على نادي الزمالك بعد مباراة المصري. هما 3 عقوبات أو عقوبتين، والثالثة ترحيل للجنة الانضباط. خلينا ناخدها واحدة واحدة كده ونعلق عليها. العقوبة الأولى هي توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك ب50,000 جنيه بسبب السباب الجماعي للجمهور. وهنا هو حضرتك بتوقع عقوبة بس على النادي؟ طب وفين الجماهير اللي ثبت ما وقفتهاش ليه زي ما حصل قبل كده؟ والمفروض ان اللائحه بتنص ان الجماهير او السباب الجماعي للجمهور بيتم ايقاف الجماهير، ولا هنا انت مرضتش توقف الجمهور ده عشان خاطر ماتش القمه اللي هيتلعب الاسبوع اللي جاي، ولا ايه؟ ليه دايما تطبيق القانون وتطبيق اللائحه بيكون له حسابات اخرى ونظريات اخرى وعشان خاطر وعشان مش عارف ايه؟ ولا هو بس رابطه الانديه هنا شايفه ان الزمالك غضبان ومطلع بيان وعامل ومسوي، فانا يا عم لا بلاش بقى ايه اوقف له جمهور كمان عشان ما يحصلش في الامور؟ ليه يا عم؟ ليه المعايير عندنا ليها اكتر من طريقه للتطبيق؟ ليه ما عندناش مسطره واحده وتطبيق واحد للقانون واللائحه اللي حضرتك المفروض حاططها وانت اكتر واحد كرابطه انديه لازم تحميها عشان كله يحترمك وكله يهابك وكله يكون على مسطره واحده وميزان واحد والكل يعمل لك هيبه واحترام. لكن بالطريقه دي ازاي؟ ما تفهمش ازاي تطبقها في اوقات واوقات لا. فده تساؤل غريب وعجيب لرابطه الانديه بقياده الاستاذ احمد دياب. اما بقى العقوبه الثانيه وهي توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك بقدرها 25,000 جنيه بسبب الاعتراض على التحكيم او الاعتراض على الحكم حكم المباراه. وده تمام مفيش مشكله لان ده طبق اللائحه ومفيش اي اعتراض عليه. لكن تيجي بقى تبص للنقطة الثالثة والبند الثالث اللي هم طلعوه في العقوبات دي، ألا وهو تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك للجنة الانضباط. طب ازاي؟ يعني انت هنا لسه هتحول لجنة الانضباط ولجنة الانضباط تجتمع ومش عارف ايه وكان وما
وبعد كده عقبال ما تصدر اي عقوبه يكون اصلا جوميز خلص الموسم والله اعلم كمل ولا لا مع الزمالك كمان. احنا ما نضمنش، زي برضو ما حصل مع حوار الشيبي والاهلي تقدم، لسه هيجتمعوا ولسه هيشوفوا ولسه ايه يا جدعان، ايه يا جماعه، هو لسه هتشوف؟ وازاي اصلا الحكم في وقتها ما خدش قرار؟ وده بناء على تصريح ليه في الجول ان هم يعني تواصلوا مع مصدر داخل اتحاد الكوره وقال لهم ايه بقى؟ اسمع النقطه دي: تحويل واقعه جوميز مدرب الزمالك مع حكم الرابع خلال مواجهه المصري الى لجنه الانضباط، لان الحكم الرابع ابلغ حكم الساحه بالواقعه بعد انتهاء المباراه. اللهم صل على النبي. ده والله العظيم حاجه حلوه جدا، يعني حاجه جميله. انا كبلك طمعت يعني، ده على عهده في الجول ان ده مصدر داخل اتحاد الكوره بيقول كده، ان الحكم الرابع ما بلغش حكم الساحه الا بعد انتهاء الماتش. ازاي يا عم؟ ازاي؟ طب وفين؟ ما تفهمش. طب هل بقى الحكم كتبها في تقريره ولا لا؟ في تصريحات تانية وكلام ناس تاني بيقول ان الحكم اصلا ما كتبهاش في تقريره، ده دي تبقى كارثه. وادي كلام اخر بيقول ان الحكم كتبها في تقريره وهتحول لجنه الانضباط. ايا كان الحكم كتبها ولا لا، لازما القرار يكون سريع، لان ده موجود فيديو، موجود متسجل وكل الناس شافته، وموجود في شريط المباراه الاصلي. يعني مش هتجيب لك بقى حاجه تاني ولا موبايلات ولا حاجه، لا، من تسجيل الماتش نفسه. فحضراتكم لجنه الانضباط مش محتاجه اصلا اي قرارات، لان الفيديو واضح. زي ما اتخذت عقوبه على كهرباء قبل كده بايقاف مدى الحياه ولا مش عارف 8 مطوشه وغرامه يجي مليون جنيه وحاجات من هذا القبيل، ارقام كده فلكيه سمعناها وقتها، وساعتها ما كانش مع الشريط الاصلي ولا كان حتى في تقرير حكم الماتش ولا مراقب الماتش. ده انت خدته بس مجرد من تسجيلات لفيديوهات لاحدى القنوات والصحافه والكلام ده كله، حاجه بعد الماتش تماما، وانت خدت عليها وبناء على ذلك احتسبت قرار ضد اللاعب. تمام. هنا بقى المفروض اصلا ما تستناش الحكم، المفروض اصلا ما تستناش تقرير، ما تستناش انك تتحول، ما فيش اصلا تستنى اصلا. المفروض ان انت بعد الماتش، المفروض بعد الماتش مباشره تطلع وتقول العقوبه، او حتى بعدها بيوم، تاني يوم، تالت يوم. لكن النهارده رابع يوم اهو، والزمالك هيلعب ماتش كمان وانت لسه ولا اصدرت قرار ولا قلت حاجه. لا، ده انت لسه النهارده قبل ماتش فاركو بيوم طالع بتقول هنبعت التقرير للجنه الانضباط وهي بقى تشوف. اللهم صل على النبي. بصراحه الواحد شايف حاجات جميله جدا بتحصل، وفي الاخر ده كله خوفا من بيان نادي الزمالك، وان خلاص بقى عشان الزمالك ما يزعلش لازم ايه نهدي الدنيا، وعلشان خاطر يلعب مباراه القمه. يا عم يلعبها ولا ما يلعبهاش؟ يعني انت النهارده وجيت طرحت تذاكر القمه، طب هل انت حضرتك دلوقتي طرحت تذاكر القمه، هل الزمالك هيلعب ولا لا؟ ما تفهمش. هل عندكم وعد بالزمالك يلعب؟ طب الجمهور اللي هيحجز وهيروح والماتش في الاخر ممكن ما يتلعبش، او الزمالك ينسحب، او الاتوبيس ما يجيش، او اي حاجه من اللي هتحصل دي، هترد له ازاي حقه؟ انا جاي اتفرج على ماتش ما تلاقيتش ماتش، هل هترد لي حقي ولا لا؟ فدي كلها امور اصلا المفروض تكون متنسقه والمفروض تكون مترتبه افضل من كده بكتير. فبصراحه تطبيق العقوبات وتطبيق اللوائح عندنا الى حد ما ضعيف بشكل كبير جدا. اما بقى النقطه الثالثه والاخيره، وهي خناقه او مشكله امام عاشور في احدى المولات الخاصه. باختصار يا صديقي، المشكله دي ومش عايزين نطول فيها لان الموضوع ممكن يطول عن كده، وده على لسان امام عاشور نفسه ونقلا على موقع الوطن سبورت اللي تواصل مع امام عاشور وحكى له القصه باختصار، وده على لسان امام عاشور، الا وهي ان زوجة امام عاشور واهلها كانوا في احدى المولات الخاصة، ويعني في شوية شباب كده ضايقوهم شوية. فطبعا زوجته اتصلت باللاعب امام عاشور قالت له تعالى احنا بيحصل لنا مضايقات في الحتة الفلانية. على التو راح امام عاشور للمول دوت وراح يشوفهم فيه ايه يا جماعة، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى. اتلقى الامن درى الشباب او مشاهم او مش عارف عمل ايه، فضل ليلة. فامام عاشور راح ازاي انتوا بتعملوا ايه وانا عايز افهم ايه اللي حصل، ووروني وازاي يتعدوا وانتوا حضرتكم المفروض كنتوا فين، وحاجات من هذا القبيل دون اي تعدي من امام عاشور على اي حد. وهنا امام عاشور اصلا ما قابلش الشباب دي او قابل الناس اللي هم تعدوا على زوجته ايا كان واهلها يعني، ولكن امن المول فضل موضوع. عقبال ما جه امام عاشور كان الموضوع خلصان تماما، وده على لسان امام عاشور، وان مفيش اي حاجه
حصلت وكل الكلام كان مع الامن، او يعني كان في بعض العتاب واللوم على الامن شويه، ازاي حضراتكم موجودين لازم تحافظوا على الامن داخل المول وحاجات من هذا القبيل. اي حد ممكن يعملها مع اهله في اي مشكله، لكن المشكله مفيش ادنى مشكله تماما واتفضت قبل يعني اندلاعها واتفضت الموضوع كله. ولكن هنا الموضوع للشباب وللناس اللي ممكن يكون انت زملكاوي بقى، اهلاوي، مش عارف ايه، ايا كان انتمائك، زعلان من اللاعب الفلاني، مش عاجبك اللاعب الفلاني، ما تعداش عليه، ما تجرحش فيه، بقى اهل بيته ما لهمش ذنب في الاخر. كل التفاصيل دي المفروض ان احنا يعني كمشجعين نكون افضل من كده وارقى من كده في النواحي دي. وطبيعي ده مش كلام عموما لكل الناس، ده بعض الناس اللي ممكن يكونوا ضايقوا. ودي كانت التفاصيل بتاعه مشكله امام عاشور واتفضت في وقتها وما حصلش اي حاجه. وعلى لسان امام عاشور نفسه بيقول انا بحترم الجميع وما فيش اي حاجه حصلت، وتماما كل حاجه رجعت لمجاريها واللاعب منتظم مع الفريق ومفيش اي مشكله حصلت مع امام عاشور. فدي كانت التفصيله والموضوع عشان خاطر ما يكبرش اكبر من كده، فحبينا ان احنا نقولها لحضرتك. في نهايه الفيديو يا صديقي ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش مشترك في القناه اشترك وتفعل زر الجرس، لو بتشوفنا على الفيسبوك يا ريت تعملها متابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.